عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم قناة عالم هنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحاتي. هنعملها بطريقة سهلة جدا وطريقة جميلة. وان شاء الله هنسويها على عين البوتاجاز من فوق، يعني لا هنستخدم لا شواية ولا هنستخدم الفرن. كلها بتحضيراتها بسواها بكله، مش هتاخد منك نص ساعة. هتشوفوا ازاي انها مش هتفك مننا، وان هي مش هتبقى لا مكتومه، وان شاء الله هيبقى طعمها جميل جدا وهتبقى احسن من بره. كفايه نظافتها طبعا وطعمها الجميل، وان احنا عارفين احنا عاملينها ازاي وحاطين فيها ايه. يلا بينا بقى ان شاء الله نشوف الطريقه والمقادير. اول حاجه نشوف التوابل، لان هي التوابل دي اللي بتديها الطعم الجميل جدا. اول حاجه معانا ربع معلقه فلفل اسود، وربع برضو ورق لورا ومطحون معلقه صغيره، وبهارات لحمه برضو ربع معلقه، وربع معلقه شطه، وربع معلقه توم باودر، وربع معلقه بصل باودر، وربع جنزبيل، ورشه صغيره من جوز الطيب، ومعلقه صغيره وربع ملح. التوابل دي مهمه جدا طبعا، هي اللي بتديها الطعم الكويس والريحه الحلوه. تاني حاجه معانا نص كيلو لحمه. بتروحي للجزار وتقولي له عايزه نص كيلو لحمه، ومفروض يفرم لك معاه تمن كيلو ليا او دوش عشان يخليها تبقى سمينه وحلوه. ومعانا بصله مفرومه وبصله متوسطه مفرومه، احنا هنستخدمها مش هنصفي ميتها، لان احنا هنعملها ان شاء الله على الجريل. لكن لو احنا عملناها على السيخ المفروض ان احنا هنصفي الميه من البصله. هنحط عليها طبعا شويه ملح ونسيبها شويه ونعصرها كويس جدا، ونحط تفل البصل على اللحمه عشان ما تفكش مننا. لكن احنا طالما هنعملها على الجريل فاحنا هنحط البصله زي ما هي بميتها. بالعكس، ده في الحاله دي الميه هي اللي هتخلي الكفته تستوي كويس في الجريل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين احنا هنحط البصله المبشوره او المفرومه على اللحمه، وبعدين ننزل بكل التوابل بتاعتنا عليها. احنا بنحط يا دوب ريحه من كل التوابل، ما بنكترش فيها، يعني ربع من كل حاجه، ربع من الفلفل الاسود، ربع من الورق اللورا، من البهارات، من الشطه، من الثوم البودر، من البصل البودر، من الجنزبيل، رشه صغيره جدا من جوز الطيب عشان ما يديش مراره، ويا دوبك الملح بتاعنا معلقه صغيره وربع، نحط ربع ملح عشان تطلع المقادير بتاعتنا مظبوطه ان شاء الله. ونبتدي بقى نعجن كويس جدا. كل ما بتعجني كويس كل ما النتيجه بتبقى احسن معاكي. يعني العجن ده ما يقلش عن 10 دقايق، ولو اكتر طبعا بيبقى احسن طبعا، لان العجن ده هو اللي بيخليها لو انت هتعمليها على السيخ او تشويها على السيخ يعني على الشوايه، فالعجن الكويس جدا بيخليها تبقى متماسكه على السيخ وما تفكش منك. ممكن لو انت مش عايزه تعجنيها ممكن تاخديها في الكبه، تفرميها فرمه كده وتاخديها لفه في الكبه. طيب لو احنا هنعجنها بايدينا امتى نعرف انها بقت كويسه؟ لما تحسي ان الكفته عملت معاكي خيوط كده وفتل، لما تلاقي كانها طالع منها خيوط وفتل كده من بعضيها تعرفي ان كده خلاص الكفته بقت يعني جاهزه لانك انت تصبعيها ان شاء الله. بعد ما بنعجنها بقى كويس جدا ونخلص، المفروض نغطيها ونسيبها على رف التلاجة. كل ما بتقعد المدة اكتر كل ما بيبقى احسن، يعني هو اقل حاجة ساعتين، يعني ممكن تسيبيها ساعتين او ممكن تعمليها من بالليل وتسيبيها لتاني يوم. بياخدوا طبعا من طعم التوابل وبتطرى وبتبقى جميلة جدا وتقدري تصبعيها بقى. ممكن تعملي كمية كبيرة جدا منها وتصبعيها وتشيليها في الفريزر تستخدميها في اي وقت. وممكن برضو لو انتي في الفريزر برضو تحطيها في طبق فويل وتغطيها وتشيليها في الفويل. احنا خلاص سيبناها ساعتين في التلاجة وطلعناها. هنبتدي بقى نصبعها. زي ما انتم شايفين انا جايبه السيخ ده موجود اللي هو بتاع الفرن الكهربائي، وممكن انت لو عندك المسن بتاع مسن السكاكين اللي هو برضو مدور ده تقدري تصبعي عليه. او لو عندك مثلا المعلقه الخشب دي، بيبقى في معالق خشب ليها ايد مدوره برضو كده، ممكن تعملي عليها.
المهم تتصرفي، او عودين خله، ممكن عودين خله من اللي هم الكبير اللي بنعمل عليه شيش طاووق، ممكن العودين خله او 3 تصبي عليه الكفته كده. زي ما انتم شايفين ما شاء الله متماسكه وجميله جدا ازاي، ولا بتفك ولا اي حاجه، لان احنا زي ما بنقول خدمناها كويس جدا، واحنا بنعجنها. طبعا من ضمن الاضافات اللي ممكن نحطها عليها وتحسن من الكفته وتخليها حلوه ما تبقاش مكتومه، البيكنج باودر. يعني ممكن النص كيلو ده تحطي عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر، دي بيخليها برضو تبقى هشه ومش مكتومه. ممكن تحطي برضو مع التوابل اللي احنا حطيناها دي، ممكن تحطي ذره سكر برضو، يعني رشه صغيره من السكر برضو، ده بيحسنها ويخليها برضو تستوي بسرعه. زي ما انتم شايفين، شايفين ان هي طريه جامد جدا ما شاء الله، لينه تحت الايد ازاي، وانا ببصمها ما شاء الله متماسكه وطريه وجميله جدا. اعملوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. وزي ما بقول لكم كده ممكن تعملوا كميه كبيره وتفرزوها في الفريزر، تحطوها في اطباق فويل وتغطوها بالاسترتش وتشيلوها في الفريزر، تقدروا تستخدموها في اي وقت. وممكن برضو لو سويتوها نفس الكلام، تقدروا تشيلوها برضو في الفريزر وتطلعوها يا دوبك تسيبوها تفك وتسخنوها في الميكروويف، يعني يعني مش بيجرى لها اي حاجه. طبعا التوابل اللي احنا حطيناها دي كلها بتديها طعم جميل جدا، وتشموا ريحتها بقى وهي بتستوي، بتبقى ريحتها يعني حاجه جميله قوي. طبعا احنا بنعمل الصوابع كبيره شويه، لان طبعا اللي هي بالكش عشان فيها طبعا ليا ودهن وكده، فهي باللحمه لما تيجي بتسويها الكفته بتكش شويه، فبيبقى يصغر الحجم، فيبقى ساعتها معقول حجمها. زي ما انتم شايفين ما شاء الله متماسكه وطريه وجميله. احنا خلاص خلصنا المقدار كله زي ما انتم شايفين، نص كيلو ما شاء الله عمل لنا صوابع 10 صوابع كفته، حجمهم كبير زي ما انتم شايفين ما شاء الله. دلوقتي احنا هنروح بقى نسويها على البوتاجاز. ممكن نفس الصينيه دي تغطيها بالفويل وتدخليها على رف البوتاجاز اللي هو في الوسطاني، وعلى درجه حراره 200، وتسيبيها تستوي. وممكن هي نفسها لو عندك شوايه تحطيها برضو على الشوايه وتسويها، هي نفس الطريقه، يعني مفيش مشكله. انا عندي الجريل دي ما شاء الله بعمل فيها كل حاجه، بحطها على عين البوتاجاز الكبيره واسيبها لما تسخن، وبعدين اروح دهنها دهنه زيت صغيره جدا خفيفه زي ما انتم شايفين كده، وابتدي بقى اول ما تسخن ابتدي انزل عليها بالكفته بتاعتي. احط ايدي كده طبعا عشان احس بالصهد بتاع الجريل طالع على ايديا، فبعرف ساعتها ان هي خلاص جاهزه، لان لازم اول ما احط الكفته لازم اسمع كلمه التش دي علشان ما تفكش، واخدين بالكم، عشان تحتفظ بالسوائل وبالفوائد بتاعتها جوه، ما تنزلش ميه يعني. انا هرص الكفته كلها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي على الجريل، وهسيبها طبعا لحد ما تاخد بصمه من تحت واللون يبتدي يغير، يا دوب ابصمها بس كده، بدأ اللون يظهر اهوت يتغير تحت زي ما انتم شايفين اهو. اول ما تتبصم وتاخد لون من تحت هقلبها واخليها تاخد بصمه من الناحيه التانية برضو. طبعا الكفته دي جميله جدا، تقدري تعمليها لو انت مثلا في يوم جمعه مثلا ما تبقي قاعده في البيت انت والاولاد وزوجك وكده، ما تعمليش اكل وتجهدي نفسك، بتعمليها بتبقى سريعه جدا وخفيفه، وتعملي جنبها مثلا شويه سلطه، شويه طحينه، ممكن تعملي جنبها مكرونه، اي حاجات اكله خفيفه كده عشان تقدري تقضي يوم كويس جدا مع اولادك ومع زوجك ان شاء الله. احنا سايبينها طبعا لما تتبصم من تحت، وبعدين هنبتدي نقلبها على الناحيه التانية. خلاص هي كده اتبصمت معانا اهي وخدت لون، نبتدي نقلبها واحده واحده. انا بقلبها بالمعلقه الخشب، لان الماسك انا حطاه على الجنب يعني على عين البوتاجاز التانية، وماسكه بيه الموبايل اللي بصور بيه. جايبه الحله بتاعت البخار عشان هي بتبقى عاليه جدا،
وحاطه عليها الموبايل وماسكاه بالماسك اللي بقلب بيه اللي بمسك بيه المشويات والحاجات دي. فبقلبهم بقى بالمعلقتين الخشب كده زي ما انتم شايفين. تاخد كلها تتبصم من الناحية التانية وتاخد لون برضو يغير لونها كده، يفتحها شوية. ممكن وانتي لو انتي عايزة تعمليها في الفرن على فرن بوتاجاز ممكن تعملي كده، يعني ممكن تروحي مبصماها كده وتروحي مغطياها بالفويل وتدخليها الفرن تكمل سواها في الفرن. طبعا احنا كل الكلام ده طبعا دلوقتي على نار عالية، يعني انا دلوقتي البوتاجاز معلية عين البوتاجاز عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها وتحتفظ بالفايدة بتاعتها جوه اللحمة. كده خلاص انا اتبصمت من ناحيتين. هغطي بقى واقفل الجريل واوطي عين البوتاجاز على اقل حاجة واسيبها تستوي براحتها. زي ما انتم شايفين هي خلاص دخلت في السوا هي ما شاء الله وبقت جميلة. كل اللي عليا بقى ان انا هسيبها تاخد لون من كل ناحية، يعني لحد ما لونها يبقى لون الكفتة المشوية بالظبط. وادي الكفتة بتاعتنا بعد ما استوت ورصيناها في طبق التقديم زي ما انتم شايفين شكلها ما شاء الله جميلة جدا وريحتها والله تحفة جدا. ان شاء الله هتعجبكم ونطلبكم اذا عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا شير ولايك، اللي ما اشتركش في القناة يعمل سبسكرايب يعني يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد، وعشان القناة تستمر وتقدم يعني فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. نشوفكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.